مفاجأة كبيرة لجمهور حبيبة الملايين الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز بعد النجاح الساحق مسلسلها الرمضاني ننسى اللي كان. هنا متفقين ان ياسمين عبد العزيز الميجا ستار تنجح قدام اي بطل سواء في الدراما او في السينما. بالفعل بدأت ياسمين عبد العزيز خوض مناقشات حول موسم الرمضاني 2027. بس كده ده بدأت جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الخطوط العريضة للعمل. وسط مفاوضات حقيقية بطل الكبير قوي الفنان احمد مكي شاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الرمضاني الجديد يجمعنا الحب. مفاجأة من العيار التقيل، مسلسل هيجمع احمد مكي وياسمين عبد العزيز، يعني هنشوف كيمياء وكوميديا واكشن في رمضان 2027. اللي في السيناريست عمرو محمود ياسين واخراج محمد الخبير. شوف الفنان احمد مكي لاول مره في دور رومانسي. مخرج محمد الخبير اللي قال على الفنانه ياسمين عبد العزيز انها فنانه مجتهده وشاطره جدا ودايما بتذاكر الدور بشكل مختلف وبتعمل مجهود كبير جدا، وصعب ان ممثل يحفظ دوره بالاتقان ده. انها ممثله محافظه على نجاحها في رمضان سنتين ورا بعض. اما السيناريست عمرو محمود ياسين وقال مسلسل وننسى اللي كان من افضل اعمال ياسمين عبد العزيز الفنيه. حكت الفنانه ياسمين عبد العزيز مع السيناريست عمرو محمود ياسين في مسلسلات وتقابل حبيب ونحب تاني ليه، ننسى اللي كان. صد تفاعل جماهيري، نجاح ساحق. اتمنى للميجا ستار ياسمين عبد العزيز المزيد والمزيد حب الناس. النجاح هي نجمه مصر الاولى سواء في الدراما او في السينما، فنانه متعدده المواهب، تاريخ فني ناجح حافل بالانجازات. ان شاء الله في 2027 نشوف مسلسل يكسر الدنيا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان يجمعنا.